الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الأمين. أصلي وأسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وصحابته غر الميامين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا. ثم إننا نقف مع آية كريمة من كتاب الله تبارك وتعالى وقفة سريعة. هذه الآية قال العلماء هي الآية الوحيدة التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها أن نقتدي ونتأسى بغيرنا، ألا وهم الكفار والمنافقون. هذا التشبه لا لأنهم يستحقون هذا التشبه، لا، إلا لأنهم فعلوا شيئا أعانهم على اقتلاء شجرة الإسلام من جذورها. وإننا إن لم نفعل مثل ما فعلوا فإن الله تبارك وتعالى مهما كنا صادقين ومهما كنا على الحق فإن الله عز وجل لا يعيننا. كما يقول الدكتور الصباعي في غير ما موضع من كتابه. هذه الآية في سورة الأنفال يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا يتولى أو يوالي بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويتألفون ويتآزرون ويتعاونون فيما بينهم. والكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، مهما تباعدت الأنساب بينهم وتباعدت بلادهم ودولهم وعقيدتهم وعقائدهم الدينية ومقاصدهم الدنيوية، إلا أنهم متفقون ومتحدون ومتآلفون في شيء واحد، ألا وهو عداوة الإسلام والمسلمين وإرادة إبادتهم من على وجه الأرض. إيه رب الكعبة، انظروا كيف تآمر أمريكا مع إسرائيل وغيرهم من الكفار على إرسال القصف في فلسطين في قطاع غزة. لم يكتفي هذا، بل تجويئهم واضطرارهم إلى الخروج منها كرها شاءوا أم أبوا، ومع ذلك يطلقون عليهم النار، فهم الآن يموتون جوعا في قطاع غزة. يموت الأطفال والنساء والشيوخ والشباب على لقمة عيش يسدون بها رمقهم، على لقمة عيش لا ماء
ولا دواء ولا كهرباء ولا مأوى ولا مسكن ولا بيت يأوون إليه، بل هم في خيمة، ومع ذلك في خوف شديد لا يوصف أهل غزة في فلسطين. والأعجب من هذا هو أن الدول الإسلامية المجاورة لهم كلهم سدوا معابرهم لم يفتحوها إلى الآن لإدخال حتى لقمة، فضلا عن الطعام والدواء وغيرها. فوالله الذي لا إله غيره إنهم يريدون إبادتهم جوعا وعطشا، يموتون جوعا ويتقاتلون على لقمة أو لقيمات. مجاورة بمصر وغيرها من بلاد المسلمين، كل الدول الإسلامية مجاورة لقطاع غزة، ولكنهم خافوا وأرئبوا من قبل قوات الإسرائيلي يخوفونهم ويحذرونهم بفتح المعابر. أليس هذا وعيب للإسلام والمسلمين؟ أمة المليارات، أمة المسلمين يخافون من هؤلاء القردة والخنازير الذين لعنهم الله تبارك وتعالى، فهم لا يرؤون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يبالون. هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء وذبحوا الأنبياء، قتلوا زكريا ويحيى، وكادوا أن يقتلوا المسيح ابن مريم، وكادوا أن يقتلوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل سموا له في لحم شاة التي ما زال يجد أثرها حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما سمته زينب اليهودية في خيبر. ترون هؤلاء يرحمون أهل غزة، لكن رحم الله مرسي لما كان رئيس مصر يقول والله لا نترك غزة وحدها، والله لا نترك غزة وحدها. لكن ملوك العرب اليوم والمسلمون قاطبة سكتوا، بل بعضهم حتى الدعاء لا يستطيعون، بل بعضهم يخافون من إظهار حزنهم وتأسفهم على ما يحصل في غزة، يخافون، بل بعضهم يرون أن هذا بسبب ذنبهم وبسبب أخذ السلاح على إسرائيل. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه تكالبت عليها أعداء القردة والخنازير، ولكنهم يخافون أمة المليارات بدعوى أنهم ما عندهم سلاح، ما عندهم تأهلات، ما عندهم مؤهلات. وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعيكم الطعام تصيبون منه. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إيه ورب الكعبة، تفرقت أمة الإسلامية وتشتتت وتمزقت حتى كاد كل واحد منهم برأيه لن تستطيع ولا تستطيع أن تقنع كل واحد منهم بحجتك. كل يرى أنه على سواء كانوا أهل الطرائق الصوفية وغيرها فيما بينهم تشتت، والذين يسمون أنفسهم بأهل السنة حتى هم بينهم التشتت والتفرق. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والتفرق والتشتت أصل كل مصيبة، ولقد تفرق المسلمون تفرقا لا تكاد له أثرا، بل من المبكي المؤسف الذي يندى به الجبين ويدمي العين والقلوب.
بينما نحن في هذه الحالة جاءت دعوة هذا الرجل الذي مات، نسأل الله أن يغفر له، ربيع بن هادي المدخلي، الذي جاء بمنهجه وتفرق بين المسلمين بدعوى الجرح والتعديل، يبدئ هذا ويخطئ هذا باسم ماذا؟ باسم الجرح والتعديل، وكأننا في زمن الرواية. فرق بين أهل السنة وشتت بينهم، وجعل العوام يهانون العلماء ويشتمونهم على المنابر وغيرها والمجالس. نسأل الله عز وجل أن يغفر له، لكن والله إن عشنا على مثل هذه الحالة فإننا نخاف، ليس على أهل غزة فقط ولا على أهل فلسطين قاطبة، بل أخاف على عالم الإسلام كله بأسره أن يأتي يوما يرسلون هؤلاء الأعداء عليهم القصف ويجوئونهم بكل ما معنى من كلمة، وستذكرون ما أقول لكم. نسأل الله السلامة والعافية. الإسلام أمرنا بالاتحاد والانضمام وعدم التشتت والتفرق والمحبة والمودة، وأن نكون يدا واحدا على من سوانا، والمسلمون يد على من سواهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والمحبة والمودة وإيصال الخير إلى إخوانهم. لكن إلى الله المشتكى، إلى الله نشتكي حالنا، لكن دعوتنا وهدفنا والمقصود منا أن نقلل من شأن التفرق فيما بيننا بالنصيحة تارة، وبالألف تارة، وبالرحمة والعطف والشفقة على إخواننا تارة أخرى. يا إخوان، قال رب العزة: إن لم تفعلوا ما فعله الكفار مع تباعدهم وتفرقهم وتشتتهم فيما بينهم والتباعد فيما بينهم في البلاد والأجساد والقبائل والعنصرية، لكن بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. هذا بنص القرآن: يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا في قتال المسلمين. هذا علانيا وليس خفية يفعلونه. هل لا يفعلون المسلمون هذا ولو خفية؟ لماذا لا يفعلون؟ لكن على الأقل يا إخوان ما نملك شيئا إلا الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن. فنسأل الله رب العزة الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأنه هو المنتقم أن ينتقم من هؤلاء الإسرائيليين، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.